عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجعوا للمقتل ديال هشام في العارضة، وربما أنه كان عندنا حدث قراءة مسبقة على المتورطين في المقتل ديال هشام في العارضة. اللي كان آخر فيديو ديالو هو التهجم على هرم الإعلام الرياضي العربي وماشي المغربي، الأستاذ بدر الدين الإدريسي اللي هو صحفي وناقد رياضي، واللي ربما أن التاريخ الإعلامي ديالو أكبر من تاريخ الإعلام الجزائري بأكمله. أنا ما جيتش ندافع على بدر الدين الإدريسي، وما جيتش نرد على واحد هو يعد في عداد الموتى وبين يدي الرحمن وفي العالم الآخر. فأنا جيت نتكلم عن المقتل ديالو وما علاقة صوفيا بلمان وعبد الله الشينوا في المقتل ديالو. وأنا أقولها وستثبتها الأيام أن من ساق هشام للقتل هي صوفيا بلمان وعبد الله الشينوا، وكان هذا لصالح وليد صادي. وحتى الخرجه ديال حفيظ الدراجي اللي تهجم فيها على نور الدين الزكري باش يخلق واحد السسبانس في مواقع التواصل الاجتماعي ويدير تدافع جزائري بين مؤيد لكلام حفيظ ومهاجم لحفيظ، يؤكد مما لا يدع مجالا للشك أن حفيظ ووليد هم السبب الرئيسي وهم العصابة التي خططت لقتل هشام، لأنه تكلم عن فساد داخل الاتحادية. ودائما ما كان يربط في تحاليله بعد عام السفير الفرنسي يرجع شنكور في سطيف يدور في سطيف ويقول لهم والله فرحان. كان يربط بين حفيظ ووليد، وكان اتهمهم واحد الاتهامات اللي خطيرة وخطيرة جدا، اللي ربما لم تمر ولن تمر مرور الكرام. انا غادي نسمعكم صوفيا بلمان وغادي نسمعكم عبد الله الشينوا وغادي نوريكم واحد الارتباك اللي كاين في الكلام ديالهم. نبداو بالبقره بحالها. اليوم جاي نوضح امر. كنا هشام مات في عمره 51 سنه. ركز على الكلام. توفي مقتول. نبداوها من الاول. خونا هشام ما بانش 10 ايام، اتصل بيا الشينوي قال لي يا صوفيا، انا شفتو ديجا في الفيديو كيسقسيو على هشام، قال لهم راني اتصلت بيه كانت عنده واحد 10 ايام ما بانش. يسمى سيتي اخر فيديو اللي دارو سيتي 21 افريل. هو ابري علمونا الشرطه السويديه بيان سور عند مع خونا الشينوي لو 22 قتل لو 22 افريل. دونك حنا استنينا خويا الشينوي، استنى ابوبري 10 ايام ما كان والو. دونك 9 ايام ملي تواصل معاه نسمع من اللي قال دابا واش 10 ايام ولا 9 ايام صفيه، وما كي مخلوعه ودايخه. واخا كملي بلي خونا هشام مات في موقف غامض. انا نقول لكم مات مقتول. هادي قبل ما تمشي للسويد وباقا ما مشاتش للسويد، وأكدت على أن الموقف ليس غامض، ولكن هشام كان عندها يقين أن هشام قتل، أن هشام تم قتله. شكون اللي قتل هشام؟ واخا كملي للناس فيا. فوالا المصدر الحقيقي اللي عندي انا هو تاع الشكوى. انا كي اتصل بيا لو 30 افريل قال لي صوفيا راه هشام ما بانش. قال لي راني نعيط له في التليفون ما كاش. قال لي كاين زوج حوايج، يا اما راهو في الحبس يا اما مات توفى. هنايا هادشي كله اللي قال ليه الشينوا يا اما في الحبس يا اما هو لصناعة رواية مفادها على انهم فقط كيقلبوا عليه. هادشي غادي نسمعوه في الفيديو ديال عبد الله الشينوا اللي كان
في واحد الفيديو جد مرتبك، وكان السيد مرعوب وهو كيتكلم. انا ما غاديش نطول اكثر معك صفيه، ولكن غنسمع واحد البارتي اخرى ونمشي للشينوا. دركا قلت خويا هشام في الحبس انسان طيب، ما جامي عنده مشكل، قيس روحو، ما عنده جامي يربح العيب الواحد، جامي تعافر مع واحد. سي خونا راه عنده 20 سنه خارج الجزائر، جامي سمعنا العيب من انا يعني عرفته مؤخرا. علي الشيطان يبط الحرام، هو النهار كامل وياكل في اللحم عباد الله، وتقولي جامي سمعتي منه شي حاجه؟ هو ما خلاش شي واحد طالع كيسب وهابط كيسب. ما خلاش شي واحد وما تكلمش عليه. هو محتواه مبني على السب والقذف، وهذه هي صفات وعلامات النفاق. عندي 4 سنين ملي نعرفو، بصح من بعد محيط اللي عندها 4 سنين باش كتعرفو. إلا غادي نشوفو التحول ديال هشام في العارضة ضد النظام الجزائري والكرة في الجزائر والفساد، كان مباشرة من بعد الإنجاز التاريخي ديال المغرب في قطر 2022. فهنا غادي نفهمو على أن هاد 4 سنين اللي عرفته صوفيا كان التخطيط ديالو، وكان التخطيط للاغتيال ديالو منذ 4 سنوات. دابا غنمشي لعبد الله الشينوا باش نسمعوا عبد الله الشينوا. المغاربه كما حبيتو. لا هذا المساخط هادو ترى كتار، هادو ترى فيديوهات، الفيديوهات ديالهم ما كيساليو زيد. اذا راكم دايرين في بالك هذا كيفاش انت ما علمتيش 12 يوم خاوتي كيما اي شخص عندي الكونتاكت تاعو تاع التليفون، انا درك نعيطو في كونتاكت التليفون وما نقدرش نحكمو. كيفاش تحبوني نعرف؟ كيف ما نعرف اصدقائه في السويد؟ دابا هو عبد الله الشينوا، انا غنسولك سؤال. قلتي ما كتعرفوش غير في التليفون وفي الانستغرام وفي الواتساب. من يوم المقتل اليوم 10 ديك 10 ايام اللي وصلك الشكوك ديال القتل، تقدر تورينا لي ستوريك ديالك شحال من مره اتصلتي به؟ في اليوم الاول للاختفاء، واليوم الثاني للاختفاء، واليوم الثالث للاختفاء، بانك فعلا كتصوني وكتصيفط ميساجات. انت تقر انك لم تتواصل الا بعدما سال الجمهور عن اين اختفى هشام. هذا دليل الى انا غنرجعوا لي ستوريك غنلقاو انه في كل فيديو كنتو كتكلموا شنو هو الدافع والسبب اللي خلاك ما تتواصلش معاه لمده 10 ايام. زيد عبد الله. ما على بالي واش يدير في السويد، ما عنديش مجرد انستغرام والنيمرو ديالو والواتساب، يعني الا ما نقدرش نحصل عليه عبر الهاتف كيفاش تحبني نحصل عليه؟ انا اللي عايش في بلاد وهو عايش في بلاد، راكم فاهمين؟ انا ما نعرف الاصدقاء ديالو لهيه وهو ما يعرف الاصدقاء ديالي وين عايش انا ما نعرف واش يدير هو لهيه وهو ما يعرفش واش ندير انا هنا. اوكي، هذه هي النقطه الثانيه. هذا الموضوع باقي غادي نرجع ليه، ما غاديش نطول فيه بزاف، وغادي نوجه لكم السؤال: شنو الراي ديالكم في الكلام ديال عبد الله الشينوا وصفيه باللمان؟ واش ما كتشوفش انهم جزء من هذه الجريمه لا اخلاقيه والجريمه لا انسانيه اللي ترتكبت في حق مواطن خوهم فقط؟ الدافع الرئيسي لهذه الجريمه انهم هم الشياته والطباله ديال حفيظ الدراجي ووليد صادي، وهو ضد هاد الجوج ديال الاشخاص. خلي لي الراي ديالك في تعليق، ولا تبالي لهجمات او هجمات احفاد ام حسن، فهو معتاد وعادي جدا. وتحياتي.